وماذا بعد ما الكل دخل في الحيط وصدر حكم بحبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. يعني لو حصل أي حادثة زي دي خلال 3 سنوات هيتحبس وغرامة 100,000 جنيه و5 سنين ما يتقدمش الانتخابات، مش عارف مجالس إدارات وهيئات وكلام من ده. يعني هل الحكم كان متوقع؟ نعم، الحكم كان متوقع. ليه كان متوقع؟ لأن اللي حصل من الشحات كان يدخل تحت الجانب الجنائي، وبالتالي لما اتعمل البلاغ ضده وراح النيابة حولته، وما كان يمكن للنيابة أن تحوله إلا إذا كان القصة ماشية في سكة جنائية. وده اللي كان كل الدنيا واتحاد الكوره بيقول لك ده ما ينفعش وده لازم يروح للمحكمه الرياضيه ومحدش يروح. ودخلنا في موال لجنه الانضباط، والاهلي بيحتج على لجنه الانضباط، وبعدين رجع في احتجاجه ولجنه الانضباط اختفت، ودخلنا في موال كبير جدا جدا. لكن وصل في النهايه انه بقى في حكم على لعيب كره قدم، وربما يعني مش عارف، هو ده يمكن ما يكونش هو بالنسبة للعالم كله حصل كتير، عشان الناس كانت بتتكلم ياما لعيبة خرجت من الملعب على المحكمة وعلى السجن في أكتر من دولة بهذا الشكل الجنائي، اللي الناس هنا يعني كانت بتتكلم إنه لازم الناس تروح للمحكمة الرياضية. وعشان برضو تبقى المسألة واضحة، فقد صدر هذا الحكم بناء على قانون الرياضة المصري. قانون الرياضة المصري اللي بيقول انه في المادة 84 في الباب العاشر باب العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من حالة الشحات، ويمكن فيها حالة الشحات كانت اكتر يعني. تمام. المادة 94 في القانون بتيجي في قصة ان هو ما يخشش في المسألة بتاعة انه يخش انتخابات او قصة من القصص دي. وعلى كل حال برضو الحتة القانونية دي مش كلنا بنفهم فيها، يعني عشان كده انا برضو يعني على اتصال دايم بقى مع مستشار نهاد حجاج، وده راجل قانوني وراجل في الوسط وليه خبرة كبيرة جدا في المجال. شرح لي الموضوع. حالة الشحات سهلة جدا، معرفش يعني الناس كانت مكعبرة ليه. يعني شق جنائي وشق يخضع للمنازعات الرياضيه ولجنه الانضباط والقرارات القصه دي كلها اللي ممكن تاخدها بناء على العقوبات. فيما يخص الجنائي الدنيا مشيت ووصلت لهذا الوضع. بالنسبه للجانب الخاص بلجنه الانضباط بما تنص عليه اللوائح، لجنه الانضباط راحت يعني معلش يعني اختفت. يعني مره تبعد، مره تقرب، مره مش عارف ايه. في اتحاد الكوره لقى نفسه في الاخر مش عارف يعمل ايه. حزب ايه صدر الحكم على الشحات، اجتماع طارئ 3 انفار قاعدين في الاتحاد قالوا تك ديك تليفونات نعمل ايه؟ هادي بادي كرومب زبادي 6 ماتشات ب100,000 جنيه. دي اتحاد الكرة يكحلها عماها. حط يعني نزل الستارة الأخيرة على المصايب اللي هو بيرتكبها. من أول الحادثة الأهلي بيضغط عليه يقول له بخ يطلع يختفي، مش عارف إيه الكلام ده كله. وصل الحال بيه إن هو النهاردة بقى في موقف لا يحسد عليه. وعلى فكرة الناس برضو من الحتة القانونية، يعني أنا زي ما قال مستشار نهاد مسألة إنه يعني ايقاف تنفيذ انها يعني ان هي تعتبر مثلا الحادثه الاولى للشحات مع لاعب كوره النادي الاهلي، جماهير محافظه على حياه اللاعب. يعني المساله ماشيه بشكل قانوني عادي جدا جدا، وفي كتير من العداله غير المتوفره في لوائح اتحاد كره القدم. اللوائح اللي كانت سبب في الموضوع، اللوائح اللي خلت الحاج عامر حسين قلبه طيب قوي ويحب قوي نظام الطبطبه، يعني فور ارتكاب الحادثه اجتمع الحق عشان ما تروحش الانضباط والعمليه تكبر والعقوبه تزيد. اخترعوا حاجه غريبه جدا، ماتشين و20,000 جنيه. حاله زي دي ماتشين و20,000 جنيه قدام العالم كله، طبعا يعني الناس غضبت. حاله من الغضب العام والاستياء على صعيد كل الاجهزه الرياضيه في العالم ان ازاي ده بيحصل. واحد يقول لك الله، طب ازاي هو في لعيب بيروح محاكم
ارجعوا للتاريخ وشوفوا الحوادث اللي كانت في تركيا وفي انجلترا وفي اكتر من ملاعب. اي حاجه شبه كده او اقل من كده تعالى على المحكمه، على النيابه، على الحبس، على السجن، يعني كتير. فمساله انه الوضع النهارده ما يمشيش بالشكل ده. انا سمعت المستشار الدكتور نصر عزام مع الزميل اسلام صادق اتكلم برضو على مساله الماده 85 اللي اتكلم عليها المستشار محمد المشطع مع الزميل سيف زاهر، وانه لائحه النظام الاساسي في الاتحاد الدولي تقول لك ما تروحش المحاكم المدنيه. ماده 85 يا سياده المستشار بتتكلم عن المنازعات الرياضيه، وكلام الدكتور نصر عزام هو نفسه الكلام اللي قاله المستشار مدحت حجاج، واعتقد ده نفس الكلام اللي هيقوله المستشار محمد عثمان الراجل القانوني العملاق مستشار النادي الاهلي. طيب الدنيا رايحه فين ووصلت كده ازاي؟ والرهان كان على ايه؟ مفيش شك طبعا انه التعامل مع القضيه دي يعني كان خاطئ على كل الاصعده، وان بيراميدز كان ماشي في سكه عارف هو رايح فين. وحب مش هقول لكم سر، اتحاد الكوره لما بعت الاتحاد الدولي يستفسر عن الموضوع، مش عايز احلف ان اتحاد الكوره كان مش عارف ياخد قرار، مش عارف يتكلم، فقال لك روح الاتحاد الدولي، مع انه اتحاد الكوره كان عارف كويس قوي ان رد الاتحاد الدولي هيكون ان ده شأن داخلي، ان دي قضيه مش تابع يعني. شوفوا القصه كلها. طب اتحاد الكوره انت برضه لما انت عارف انك هتسال، انت يعني بترتعش، يعني مش قادر تاخد قرار، بتروح للاتحاد الدولي او قال لك انا مش صاحب اختصاص. طب انت بتعاقب اللعيب ليه بعد كده؟ ما راح للمحكمه المدنيه انه خالف النظام الاساسي لا لائحه اتحاد الكوره. لائحه اتحاد الكوره ما هي لائحه الاتحاد الدولي، هي الموجوده في القانون المصري. ما هو القانون المصري واخد برضه من اللوائح، والا ما كانش هيحط باب للعقوبات فيما يخص مثل هذه الحالات. طبعا الموضوع متلعبك، والموضوع مشي بعند كبير جدا جدا، لكن في النهايه لازم كل واحد ياخد حقه. اللي غلط يتعاقب، واللي وقع في حقه الغلط ياخد حقه، مفيش اي مشكله على الاطلاق. والاعتراف بالغلط مش مشكله يعني. هتقول لي اعتذر، ما هو الاعتذار برضه ليه تبعات، في حق يعني في القانون للي بيسحب القضيه او اللي بيعتذر، وفي بيقول لك حق الدوله. يعني لازم تتحل كويس، لان ده جزء من حاله الانضباط اللي غايب بشكل كبير جدا عن الشارع الرياضي في المحروسه. وفي نفس الوقت يعني محتاجين انه يبقى في نوع من الصرامه في اللوائح. هي دي لوائح اتحاد الكوره بيحطها. هو ايه ده اللوائح بتاعت اتحاد الكوره دي؟ لما تقرا حضرتكم اللوائح العقوبات في اتحاد الكوره هتضحكوا. زي ما يكون بيقول للناس هيا الى الفوضى. لوائح، ما تبصوا على الناس اللي جنبنا لوائحهم عامله ازاي، ما تشوف الدنيا ماشيه ازاي في الضوابط والالتزامات اللي موجوده في الملاعب. وبعدين الاتحاد اللي اتقال له بخ ويطلع يجري، ما هو برضه مش هينفع يكمل. يعني الدنيا محتاجه شويه ضبط وربط، ودي الحاله اللي موجوده النهارده، واللي بكل اسف ممكن تكبر. يعني انا شفت بيراميدز بيطلب هاتوا الورق ووضوح عملتوا ايه والعقوبات عملتوها ازاي، واتحاد الكوره ازاي تاخدوا القرار اللي مش عارف ايه. وشفت وسمعت وقريت ان السيد فوزي الاقشح هيخش في الموضوع على اعتبار ان الشيبي، يعني الموضوع هيكبر يعني راجل. يعني مش عايز اخش في المتاهات دي كلها. يعني حاولوا الدنيا تتلم شويه، لان الوضع مش محتاج تأني. يقول لك في التأني السلامه. من امتى كان في التأني السلامه؟ احيانا في التأني السلامه، لكن مع اتحاد الكوره ما ينفعش في تأني. اتحاد الكوره لازم يبدأ هو الحل، والحل من عند اتحاد الكوره انه يقدم استقالته. شكرا جزيلا.